الأمر الثاني مسألة الوقوف عند المولد النبوي الشريف. احنا في المولد النبوي نقرأ من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونمدح النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أهله، وليتنا نستطيع أن نمدحه بما هو أهله، ما عرفه إلا ربه سبحانه وتعالى. في مسألة المولد هنالك قضية أدبية في المولد النبوي الشريف، عندما يقرؤون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدثون عن شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، يصلون إلى مرحلة التي ولد عندها النبي عليه الصلاة والسلام، فيقفون وكأن النبي قد دخل. بس هل سؤال، هل هذه المسألة واجب وجوبا شرعيا؟ لا، ليست واجبا. نعم. الذي يحتاج إلى دليل. هل هي بدعة؟ البدعة تحتاج إلى أن تكون مخالفة للدين. فالسؤال، هل إذا وقفنا من باب التعظيم للنبي هل هذا يخالف الدين؟ لا يخالف الدين. العفو، البدعة ليس هذا هو التعريف المتفق عليها. البدعة تخالف الدين. أن العبادات توقيفية. نعم. فإذا كانت هذه المسألة من العبادات لم يفعلها الصحابة الكرام، يعني احنا راح نكون أحسن منهم؟ لا، لسنا بأفضل منهم. السؤال كالآتي: لو أن واحد عند هذا الموطن ما وقف، هل هو آثم؟ لا يأثم، ولكنه لا هو سؤال العكس هذا دكتور. هل هذا الذي وقف عبادة؟ لا، لم يقف عبادة. وقف ايش؟ يقف أدبا مع النبي وإجلالا واحتراما. يعني هو يريد الأجر، يتمثل. لحظة، هو يريد الأجر. لا، هنا السؤال هذا ليس على وجهه. نعم. إذا سمحت أوضح. هو لا يريد الأجر؟ دقيقة واحدة. نعم. الوقوف من باب التأدب، بمعنى من لم يقف لا يأثم، والذي وقف أكثر أدبا. أكثر أدبا، صحيح. الصحابة عملوها؟ الصحابة ليسوا مشرعين، نحن نأخذ التشريع. الصحابة لا يعرفوا الأدب مثلنا؟ لا، هذا السؤال أيضا إذا سمحت لي سؤال معكوس. سؤال معكوس. نعم. التشريع لدينا أدلة، قرآن وسنة وإجماع وقياس، هكذا. تمام. إذا أردنا أن نقول واجب فنحن نحتاج إلى دليل. نعم. إذا قلنا مباح لا نحتاج إلى دليل. نعم. فالآن سؤال: هل الوقوف من باب الوجوب الشرعي؟ لا، ليس وجوبا شرعيا. لا، أنا خليني أسألك سؤال، وإنما هو من باب إظهار الأدب والاحترام. يعني هذه المسألة ستنطبق على كل القضايا الأخرى. سيدي، الآن لو دخل والدي أنا سأقف، أنت لو دخل والدك الآن ستقف. نعم. السؤال: هل وقوفك هذا ماذا تقصد به؟ بر الوالدين؟ نعم. إذا أنت مأجور. نعم. فأيهما أحق بالبر، النبي أم أبي؟ بس العفو هنا من هذه النقطة. هذا المنطلق. هذا السؤال أيضا معكوس يا سيدي الكريم. زين، إذا هل هذه قضية احنا نعتبرها جزء من عبادة، جزء من دين؟ لا. ولا نعتبرها هي زيادة دنيا؟ زيادة في التأدب مع النبي. هذه الزيادة في التأدب لماذا لم يفعلها الصحابة الكرام؟ من قال أنهم لم يفعلوها؟ كانوا يقفوا لما يذكر أنا النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من ذلك، هم فعلوا أكثر من ذلك في التأدب. هم فعلوا أكثر من ذلك. الذي شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام فعل أكثر من ذلك. الذي وقف شربها وهو حي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير شرب الدم وهو النبي صلى الله عليه وسلم حي. السؤال: هل هنالك فرق بين النبي في حياته وموته؟ نعم. رتبة النبوة لا تزول بالموت. نعم. رتبة النبوة لا تزول بالموت. نعم. النقطة الأخرى، أنا سامحني، يعني أنا قاعد أناقش حتى لأن هذه الأسئلة التي تثار في مثل هذه المسألة تثير الأسئلة التي تدور في السوق. الأمر الآخر: هل وجود النبي عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه؟ لم يقل أحد من علماء الشرع أنه موجود بجسده. نعم. وإنما موجود بروحه. نعم. وهذا في أحاديث، منها يوم الجمعة، هذا اليوم الذي نحن فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يصلي علي يوم الجمعة إلا رد الله علي روحي حتى أسمع فأسلم عليه. نعم. فإذا مسألة بس العفو، يعني هل هذا الحديث يشير إلى العكس؟ أني لو أنا كنت مثلا في أي منطقة من العالم نعم. وجلسنا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيكون معنا؟ موجود بعلمه، بروحه، بكرام الله له. نعم.